السلام عليكم. أعلن البطل المغربي في رياضة كيك بوكسينج جمال بن صديق عودته للحلبة شهر مارس 2025 في ليلة جلوري 80 بمواجهته للبطل الهولندي ليفي ريكترز. وكشف بن صديق عبر حسابه الشخصي بإنستغرام عن مواجهته للبطل ريكترز يوم 19 مارس من السنة القادمة في قاعة تريكسو أرينا بمدينة هاسلت البلجيكية. وعلق بن صديق على هذا النزال عبر تدوين تطبعها السخرية قائلاً: إلى كل معجبيني، هل تتذكرون هذا؟ ما هي الأعذار التي سيستخدمونها هذه المرة؟ كل الأبطال المزعومين يواصلون الهروب. أولاً، أوقفوني لمدة 6 أشهر لحماية ملكهم المزعوم، فماذا سيبتكرون هذه المرة لحماية الوجه الجميل لأميرهم؟ ديما مغرب. وكانت منظمة جلوري المنظمة لبطولات كيك بوكسينج قد أوقفت شهر ماي من السنة الجارية بن صديق لمدة 6 أشهر إثر دخوله في شجار مع الهولندي ريكو فيرهوفن وفريقه داخل حلبة النزال التي جمعت الأخير بالمغربي نبيل خشاب. وزعمت تقارير إعلامية بلجيكية شهر يوليوز الماضي أن المحكمة الجنائية في أنتويرب حكمت على جمال بن الصديق بالسجن 40 شهراً وغرامة قدرها 40,000 يورو بتهمة غسل الأموال والاحتيال. كما حوكم شقيقه سعيد في هذه القضية، ومع ذلك لم تتم إدانة جمال مطلقاً بتهمة تهريب المخدرات، لكنه لا يزال يخضع للمحاكمة. شكراً على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو لتشجيعنا على الاستمرار وليصلكم منا كل جديد.